شهدت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول. ونشرت حسابات تختص بالطقس في المملكة العربية السعودية إضافة إلى مواطنين عددا من مقاطع فيديو تظهر غرق بعض الأحياء في مدينة جدة جراء السيول الناجمة عن هذه التساقطات المطرية. وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الجوية أن النظام الآلي للإنذار المبكر رفع درجة الحالة إلى تحذير. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره يوم الخميس هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.